اهلا بيكم، معاكم شادي حبشي في تاريخ الجغرافيا، سلسله من ضمن الحلقات عن تاريخ كاس العالم. يلا بينا. مدينة أشبيلية في اسبانيا، مدينة موجودة في الجنوب. المدينة دي مدينة غريبة جدا، لو رحتها هتحس ان فيها ميكس غريب، نصها حضارة إسلامية أندلسية والنص التاني تحس ان انت رحت مدينة أوروبية مسيحية بحتة. بلد جميلة حلوة سياحية. البلد دي من ضمن البلاد اللي ليها حاجة مهمة جدا في تاريخ الكرة في اسبانيا. 25 يناير 1890 مجموعة شباب من بريطانيا اتقابلوا على مكان بيسهروا فيه، نايت كلاب اسمه بارز نايت. قعدوا واتفقوا ان هم هيعملوا نادي في مدينة أشبيلية، وان هم هيسموا النادي ده كلاب دو فوتبول دي سيفيا، يعني نادي الكوره في اشبيليه. يوم 8 مارس 1890 22 شخص من النادي الترفيهي ده اتفقوا ان هم هيروحوا يلعبوا ماتش كوره في مدينه سيفيا. اخدوا القطر وراحوا على هناك، والماتش ده اتلعب على شوطين، كل شوط 35 دقيقه، وحكم الماتش ده كان نائب القنصل البريطاني. الخبر ده لقيته موجود في جورنال اسمه ذا داندي وركر، ده جورنال اسكتلندي، وتقدر تقول بالظبط زي جورنال ماركا الاسباني ان يوم 8 مارس 1890 هو اليوم اللي اتولدت فيه الكره الاسبانيه. اول رئيس نادي لنادي سيفيا او نادي اشبيليه راجل اسكتلندي اسمه ادوارد يوهانستون، والراجل ده اساسا كان نائب القنصل البريطاني في اشبيليه. اول كابتن لنادي اشبيليه في تاريخه راجل اسمه هاج ماكول، وده لعيب اسكتلندي، والراجل ده كان مهندس بحري بيشتغل في المينا في اشبيليه. وبما انه اعرق نادي اسباني كان لازم يكون نادي ليه باع في الدوري الاسباني. بدايه الدوري الاسباني كانت موسم 29 30، موسم 34 35 صعد للدوري الدرجه الاولى واخد الكاس وبقى نادي مهم جدا. وبما انه نادي مهم جدا كان لازم يبقى ليه استاد. هم اساسا كانوا بيلعبوا في استاد فرعي اسمه استاديو دي نيرفيون، ده مش بتاعهم اساسا، ده بتاع المدينه. نادي اشبيليه قرر ان هو يبني استاد، جابوا المهندس اللي صمم ملعب سانتياغو برنابيو بتاع ريال مدريد، مهندس معماري اسمه مانويل نونيز، وعمل التصميم. و2 ديسمبر 1956 تم افتتاح استاد نادي اشبيليه الجديد، والاستاد ده اتسمى على اسم رئيس النادي صاحب الفكره في الوقت ده، استاد رامون سانشيز بيسخوان، ده اسم رئيس النادي. النادي تم افتتاحه ب 47000 متفرج، استاد كبير، وبقوا يلعبوا فيه ماتشاتهم. 1982 البطوله الاكبر في العالم كاس العالم هتتلعب في اسبانيا، نقله طبعا كبيره جدا لاسبانيا. 17 استاد في 14 مدينه، عملوا حاجه رهيبه جدا من حيث التنقلات والبنيه التحتيه. وتم اختيار استاد اشبيليه ان هو يبقى واحد من اللي هيستضيف الكرنفال العالمي. قبل البطوله راحوا عملوا عليه معاينه من الفيفا، طلبوا ان هم يخفضوا شويه الاستاد يبقى حاجه و60000 بعد التوسيع، وزودوا شويه اضاءه عشان يستعد ان هو يستقبل الماتشات العالميه. القرعه اتعملت يوم 16 يناير 1982، وهنا مدينه اشبيليه واستاد رامون بيسخوان ده هيستضيف ماتشين. الماتش الاولاني ماتش البرازيل ضد تشيكوسلوفاكيا في المجاميع، والماتش الثاني هيبقى ماتش من الماتشات قبل النهائي في البطوله. الماتش الاولاني معروف الفرقتين اللي هيلعبوا فيه، الماتش الثاني ما حدش لسه عارف. يوم 14 6 1982 البرازيل بفريق عالمي هتلعب ضد تشيكوسلوفاكيا. البرازيل بنسخه سقراطس وزيكو وايدر وباولو ايزيدور والمدرب العالمي تيلي سانتانا اللي لعبوا كوره ما اتكررتش بعد كده. عملوا ماتش عالمي ضد تشيكوسلوفاكيا، والفريق جاب جولين حلوين قوي، كسبوا 2-1 عن طريق سقراطس وعن طريق ايدر. الجمهور كان متمتع جدا جدا جدا. حكم الماتش بالصدفه كان اسباني، والماتش ده تقدر تقول ان استاد نادي سيفيا او نادي اشبيليه الاعرق في اسبانيا استضاف احلى فرقه في التاريخ بتلعب كوره. الاعرق في اسبانيا استضاف الامتع في التاريخ، وكان ماتش من احلى ماتشات. بس بعديها هيتقفل الاستاد لمده تقريبا 3 اسابيع لحد ما الناس تعرف هو مين طرف ماتش قبل النهائي. والحقيقه ان هم فعلا في الاخر عرفوا طرف ماتش قبل النهائي مين، منتخب فرنسا ضد منتخب المانيا او المانيا الغربيه. الماتش هيتلعب يوم 8 7 1982. بسرعه كده نعدي بسرعه على كل فرقه كانت عامله ازاي. منتخب فرنسا كان بيلعب في دوري المجموعات الثاني مع منتخب استراليا ومنتخب ايرلندا الشماليه. الحقيقه ان مدرب المنتخب في فرنسا في الوقت ده مدرب كان مميز جدا اسمه ميشيل هيدالجو، دربهم من سنه 78 لسنه 84، وهو ده المدرب اللي كسب مع فرنسا يورو 84. فريق كويس جدا، يعني احسن لعيب عندهم ميشيل بلاتيني، كان تقريبا احسن لعيب في العالم في الوقت ده، لعيب كويس قوي قوي قوي. المنتخب لعب طول البطوله، يعني مش عايز اقول كان بيلعب ماتشات عالميه، بس كان ماشي الى حد ما كويس في البطوله. وابرز حاجه ان هو في دوري المجموعات الثاني ده كسب منتخب ايرلندا الشماليه 4-1. عملوا ماتش كويس جدا، والحقيقه ان هم هيروحوا
يروحوا يلعبوا المانيا الغربيه اللي هو اساسا منتخب قوي قوي. منتخب المانيا الغربيه بقى ركز معاه شويه. مدرب المنتخب ده مدرب اسمه يوب دارويل. الراجل ده بيدرب الفريق بقاله كتير. الفرقه دي كسبت مع يوب دارويل بطوله مهمه جدا وهي يورو 1980. وعشان افهمكم بسرعه الراجل ده مين، الراجل ده اصلا كان مساعد مدرب قبله اسمه هيلموت شون. هيلموت شون ده قبل كده كسب بطوله اوروبا وطلع تاني كاس العالم، وكان مدرب قعد سنين. وفي وسط الفتره بتاعته كمدرب للمنتخب جاب معاه المساعد اللي هو يوب دارويل سنه 70. درب معاه فتره وكسبوا بطولات، وهو مسك منتخب المانيا لوحده سنه 1978. لعب كاس عالم 78 وراح كسب بعد كده يورو 80. الراجل بقاله سنين كان مساعد ثم بعد كده مدرب، فالراجل يعني راجل خبره، والراجل كان عامل سجل هايل اول ما مسك. هو مسك سنه 78 ماسك، وهو قبل كده كان مع مدرب اخد كاس العالم وهو اخد بطوله اوروبا، عنده رصيد خبرات كبير. اول سنتين كل الماتشات اللي لعب فيها هولندا كسبها، وده كان انجاز في الوقت ده. الراجل في التصفيات كسب كل الماتشات، كسب 8 ماتشات وجاب 33 جول. لكن الحقيقه ان هو كان حصل حاجه في اول البطوله دي اتكلمت عليها في حلقه بالتفصيل، هتلاقوها بعد كده هحطها لكم، اسمها فضيحه خيخون او مؤامره الجزائر والنمسا ضد منتخب الجزائر. وطبعا اللي حصل في الموضوع ده لان الصعود كان صعود عار غير شريف بالمره، قلب الجمهور الالماني ضد المنتخب ده. الجمهور كان متضايق من اللعيبه جدا رغم ان هم صعدوا وطلعوا بعد كده لعبوا في دوري مجاميع تاني، لكن الجمهور كان قلب عليهم. في دوري المجموعات التاني قدر يكسب اسبانيا 2-1 صاحبه الارض، وتعادل سلبي مع انجلترا، وصعد اول مجموعه عشان يروح يلاعب منتخب فرنسا في ملعب رامون سانشيز بيسخوان اللي هو ملعب نادي سيفيا في ماتش من ليالي مدينه اشبيليه. ماتش قوي جدا جدا جدا، اتنين مدربين تقال ولاعيبه جامده جدا. قبل الماتش مدرب المانيا الغربيه عنده مشكله يوب دارويل ان رومانيجي نجم المنتخب الاول عنده اصابه في العضله الخلفيه، وبالتالي هيحطه على الدكه. منتخب المانيا الغربيه منتخب قوي جدا، يعني حارس المرمى شوماخر، وعنده هانز بريجل في الدفاع، وبول برايتنر الباك ليفت، وعنده قدام بقى فيليكس ماجت وليدبارسكي وكلاوس فيشر ده كان مهاجم معروف جدا بالسايد كيك اللي بيعمله. وعلى الدكه عنده رومانيجي، عنده مهاجم تقيل جدا اسمه هورست هروبش. دول الاوراق الرابحه على الدكه. الناحيه الثانيه منتخب فرنسا عنده لعيبه كويسه برضو، عنده لعيب اسمه الان جريس، عنده حارس المرمى اسمه ايتوري حارس مرمى كويس، عنده باك ليفت اسمه ماكسيم بوزيس لعيب كويس، عنده تريزور، عنده لعيبه كتير كويسه جدا. وطبعا اهم لعيب عنده هو ميشيل بلاتيني. بس قبل ما نعرف ايه اللي حصل في الماتش انزل اعمل لايك وسبسكرايب لليوتيوب تشانل وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل حاجه اول باول. الحقيقه ان الماتش ده من الماتشات الحلوه قوي اللي في تاريخ كاس العالم. في ماتش قبل النهائي الماتش بادئ سخن جدا جدا، وهوب المانيا كره في العارضه، الماتش يسخن بسرعه. فرنسا بعد كده تبدا تمسك نفسها شويه، تبتدي تاخد المبادره، لكن لحد دقيقه 17 ليدبارسكي مهاجم منتخب المانيا شوطه اتغيرت اتجاهها، وهوب الجول الاول لمنتخب المانيا. وواضح كده ان السهره هتحلى. شويه صغيرين وميشيل بلاتيني معلم ياخد ضربه جزاء بالصياعه ويخش يحط ضربه جزاء حلوه قوي 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 عشان الماتش يبقى 1-1. قبل نهايه الشوط فرصه سهله لالمانيا وبعديها فرصه لفرنسا عشان الشوط الاولاني يخلص 1-1. مع الشوط الثاني مدرب فرنسا بعد دقائق بسيطه جدا يعمل حاجه هتقلب في الماتش شويه، هيخرج مهاجم اسمه جنجيني وينزل لعيب اسمه باتستون. لحد الدقيقه 54 كره عاليه تتلعب لباتستون منفرد، وهنا يطلع شوماخر حارس مرمى المانيا يعمل حاجه قذره جدا في الكوره، يخش حركه زي مستر كاراتيه، يخش على اللعيب بتاع فرنسا باتستون ده وقعه على الارض. الراجل اساسا ما اداش منطق، كانه ما بيتكلمش، كانه فقد الوعي. والحقيقه ان عشان المنظر يبقى اسوء واسوء شوماخر يقعد يقول للحكم يلا طلعه ده بيضيع وقت. الراجل وقع على الارض تماما، جم شالوه طلعوه بره. وهنا مدرب فرنسا فرطه، الراجل لسه عامل تغيير يغيره وينزل لعيب تاني، وبكده يبقى خسر تغييرين في 10 دقايق بس. وفي الوقت ده ما كانش عنده غير تغييرين في الكوره، كان ساعتها ده القانون. الراجل طلع على المستشفى عنده كسر في 3 ضلوع، سنتين اتكسروا من الخبطه وفقد الوعي. والغريب واللي يحرق الدم ان حكم الماتش اساسا ما حسبش فاول، مش هقول لك بقى ما حسبش حاجه، الكوره دي المفروض اساسا تبقى كارت احمر مباشر. الراجل مدرب فرنسا هيدالجو واقف على الخط بره هيتجنن، ازاي الكوره دي اساسا ما تتحسبش اي حاجه. الراجل غير ان هو خسر لعيب وكان المفروض منتخب المانيا يطرد منه واحد، هو كمان خسر تغيير. لكن الحقيقه ان الماتش فضل مكمل، الماتش كان من الناحيتين الفرقتين بيهاجموا، ماتش قوي قوي. فرنسا بدات تاخد الرياده احسن، وده كان الغريب بالنسبه لي. فرنسا بتضيع، بتحط كره في العارضه، والشوط الثاني فرنسا كانت قريبه جدا 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 انها تكسب الماتش ده، لكن الماتش مكمل معانا لسه ومطول. اليوم ده كان يوم حر جدا في مدينه اشبيليه، كانت درجه الحراره 37، ولاقي دي لعيبه اوروبا مش متعوده تلعب في الجو ده. بس رغم كل ده اللعيبه كانت قادره تعمل متعه في اليوم ده. في الوقت الاضافي تريزور لعيب فرنسا يجيب جول عالمي على الطاير عشان فرنسا تتقدم 2-1، وتحس ان لعيبه فرنسا هي اللي عايزه تكسب اكتر. لحد بعدها بشويه صغيرين الان جريس لاعب منتخب فرنسا هيحط الجول الثالث، وهنا مدرب منتخب المانيا دارويل في ورطه. الراجل فجاه لقى نفسه مضطر يجيب رومانيجي من على الدكه اللي هو عنده شد في العضله الخلفيه وينزله الملعب.
وينزل معاه المهاجم هورست هوربش، مهاجم جامد قوي. وبرده زي ما دايما بقول النجم نجم، الراجل رومانيجي ده نزل بعد 5 دقايق بس حط جول حلو جدا والنتيجه بقت 3-2. الماتش مطول والالمان عاده ما تامن لهمش لما الصفاره تخلص. لحد الدقيقه 108 اوفر حلو جدا ويخش كلاوس فيشر اللي هو بيلعب سايد كيك عالمي يجيب جول حلو قوي والماتش 3-3. والحقيقه ان قبل الماتش بثواني المانيا كانت تقدر تخلص الماتش اصلا وتكسبه في الوقت الاضافي. توتر وخناقات بقى وشد وجذب في ارض الملعب، وطبعا السبب الاساسي الاصابه اللي جت للعيب اللي اسمه باتيستون. وهنا هنخش على ضربات الجزاء. كل فريق اول ضربتين ترجيح جابهم. الكره الثالثه فرنسا جابتها، والكره الثالثه لالمانيا الغربيه شتيلك نجم المانيا ضيعها، وهنا فرنسا بتقرب. الكره الرابعه لمنتخب فرنسا لعيب اسمه ديديه سيسي ضيعها والمانيا تحطها، كده رجعنا للتعادل. الكره الخامسه الفرقتين يجيبوا. الكره السادسه لعيب من فرنسا اسمه بوسيسي ضيع، والناحيه الثانيه هوربش اللعيب البديل ينزل يجيبها والمانيا تكسب الماتش ده في واحد من احلى وامتع ماتشات قبل النهائي في تاريخ كاس العالم. التغييرين اللي عملهم يوب دارويل، رومانيجي نزل جاب جون، وفي ضربات الترجيح رومانيجي وهوربش الاثنين اللعيبه اللي نزلهم دارويل هم اللي كسبوا الماتش. منتخب المانيا الغربيه جه من بعيد قوي 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 خسران 3-1، ودي ميزه تاريخيه في الالمان ان انت ما تامن لهمش ان لما الماتش يخلص خالص. قدروا يرجعوا في الماتش وحماس الالمان ويرجعوا في ضربات الترجيح ويكسبوا البطوله. والحقيقه ان جمهور نادي سيفيا اليوم ده عاش يوم من احلى ليالي الكوره في تاريخ كاس العالم. النادي الاعرق في اسبانيا، واحد من اعرق الاستادات، استضاف ماتشين متعه في كاس العالم، واستضاف ماتش من احلى ماتشات قبل النهائي في تاريخ البطوله كلها. الماتش ده من جماله ومن حلاوته، ماتش دخل فيه 6 جوان وضربات ترجيح واثاره وتخبيط ولعب هنا ولعب هنا وفرص هنا وفرص هنا. من كتر متعه الماتش ده اتسمى في المانيا نخت بونسيفيا، وفي فرنسا نوي دي سيفيا، يعني ليله في سيفيا، ليله في اشبيليه، من امتع ليالي كوره في تاريخها في كاس العالم. ماتش مش سهل انه يتكرر كتير في تنشنه ماتش زي قبل النهائي. بس الحقيقه ان القصه بتاعتنا ما خلصتش عند كده. صعدت المانيا الغربيه النهائي وصعدت انها تلعب قصاد منتخب ايطاليا، والحقيقه ان في مفاجاه ايطاليا تقدر تكسب البطوله في النهائي في ماتش كان ابطاله ماركو تارديلي. والحقيقه ان خلصت البطوله. وطبعا انت زمانك دلوقتي بتسال السؤال اللي انا هساله، وانت عايز تقول ايه من الحلقه دي؟ طبعا بعيدا ان الماتش كان ماتش عالمي وليله من ليالي سيفيا، بس هو في سؤال. في منتخب كسب يورو 1980 وخسر نهائي 1982 كاس العالم، اكيد 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 هيستقبلوه في المانيا استقبال الابطال، استقبال الفاتحين بقى. ده منتخب يعني عامل انجازات رهيبه. طبعا واحد هيسالني دلوقتي، وانت عايزهم يستقبلوهم ازاي يا عم شادي؟ يعني يا عم انت هتبطر على نعمه ربنا، ناس كسبانه اوروبا وخسران نهائي كاس عالم، اكيد في تقدير يعني. بس الحقيقه ان الموضوع كان غير كده تماما. لو عايز تعرف ايه اللي حصل انزل اعمل لايك وسبسكرايب لليوتيوب تشانل وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل حاجه اول باول. في كتاب التور للكاتب الالماني اولي هيسي ليتشنبرجر، كتاب بيحكي عن تاريخ الكره الالمانيه. الصراحه ان الراجل ده انا سرحت معاه كتير قوي في اللي حصل بعد الماتش ده. الماتش ده كان فيه مشكله كبيره جدا وفجوه حصلت بين جمهور منتخب المانيا ومنتخب المانيا. بعد اللي حصل في ماتش الجزائر الجمهور كان زعلان جدا. انتوا ازاي تطلعوا بعد الماتش تقولوا لنا انتوا بتعترضوا ليه؟ رايكم مش مهم. مش مهم ايه اللي حصل، المهم ان احنا صعدنا. والحقيقه فعلا ان اللي حصل يومها كان غريب جدا. اللعيبه اتفاجئت بجمهور منتخب المانيا اللي كان بيشجعهم في اسبانيا انه راح رمى عليهم بيض عند الفندق. والحقيقه ان اللعيبه ما سكتتش، اللعيبه طلعت فوق في الاوض بتاعتهم، جابت بلالين ملتها ميه ورمتها على الجمهور تحت. الجمهور الالماني كان غضبان جدا جدا. احنا بنشجعكم من بطوله 66 في انجلترا وبنسافر وراكم كل حته، ينفع في الاخر تيجوا تقولوا لنا رايكم مش مهم؟ الموضوع بس ما وقفش عند كده، الجمهور كان غضبان جدا من تصرفات شوماخر. ازاي تخش على اللعيب اللي اسمه باتيستون تعمل فيه كده؟ والحقيقه ان الكاتب راح سال شوماخر بعدها ب 10 سنين، هو انت كنت قاصد تضربه؟ قال له لا 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 انا كنت قاصد العب الكوره، ما كنتش قاصد اضربه خالص. بس الحقيقه ان الكاتب ما اقتنعش بالكلام ده، قال انه تصرفاته كانت همجيه، وانه يقعد يقول للحكم قومه قومه، وانه في وسط الماتش جمهور فرنسا اللي كان واخد الكوره، يعني الجماهير في اي حته قاعده بتغني وبتهرج وبتاع، جالها كوره، فانت عارف ساعات يعني المشجع ما يرميش الكوره بسرعه. فلما المشجع رمى الكوره لشوماخر، شوماخر اخد الكوره وكانه بيهوش على الجمهور وهيشوط عليهم الكوره، لدرجه ان مذيع الماتش قال عليه مهرج، قال عليه جوكر. شوماخر كان عامل حاله غضب رهيبه، لدرجه ان هم بعد الماتش قالوا له انت عارف ان باتيستون اللي انت ضربته ده اتكسر عنده سنتين؟ قال لهم هو احنا بنهرج ولا بنلعب لعب محترفين؟ هنروح بعد كده ونشوف، وتمن السنان اللي هو ركبها دي هبقى انا ادفعها له. في 2 كتاب المان، واحد اسمه لوجر تشولزي والتاني اسمه تشولزي ميرميلينج. الاثنين دول قالوا ان اللي حصل في بطوله 82 دي عدل اذهان المانيا القبيحه النازيه. والحقيقه فعلا ان استقبال الجمهور الالماني للمنتخب كان استقبال سيء جدا في المانيا، استقبلوهم استقبال وحش قوي، لدرجه بقى ان مدرب المنتخب يوب دارويل المغرور ده قعد يقول اصل انتوا الاعلام كنتوا بتدوا اخبار غلط للجمهور، والجمهور مشحون ضدنا بسببكم، وانتوا عاملين علينا مؤامره.
لكن الحقيقه ان ما كانش كده خالص. نتيجه الغرور والغطرسه اللي حصلت من منتخب المانيا في بطوله 82 ده كانت نتيجتها ان الشباب بعدها بطل يشجع المنتخب، وان بقت الانديه اهم من المنتخبات بكتير، وبقى الشعار النادي او الاقليم قبل المنتخب. وعلى حد وصف الكاتب اولي هيسي ريتشنبرجر قال ان الوطنيه اصبحت من المحرمات. الحقيقه ان نهايه قصه منتخب المانيا بتاع 82 ده قصه بصراحه فيها عبر بالهبل، يعني ان عمر ما المكسب هو يكون السبب الاساسي ان حد يقدرك. اللي حصل من جمهور المانيا مع منتخب المانيا ده درس لاي حد عايز يتعلم. منتخب المانيا هو بيمثل الدوله، بس في الاخر دي كوره، ده منتخب كوره. احنا في مصر هنا بنحب جدا نوزع صكوك بتاعه الانتماء والوطنيه، وبتطلع الناس اللي هي حماة الوطن، انت ما بتشجعش المنتخب، انت خاين. طبعا الموضوع ده موضوع ليه ابعاد كتير قوي، دي لعبه كوره. انا بشجع المنتخب، طبيعي كلنا بنحب نشجع المنتخب، بس انت مش هتضحك على الناس، وما ينفعش تجبر الناس بالعافيه انها تعمل حاجه مش عايزه تعملها. احنا قعدنا هنا سنين لازم تشجع المنتخب، لازم تشجع المنتخب، والحقيقه ان اللي حصل من بعد رجوع الكوره من 2014 للنهارده ان في كتير جدا بطلوا يشجعوا المنتخب. عايز تعرف هم بطلوا يشجعوا المنتخب ليه؟ ارجع لكاس العالم 82 ورد فعل من الجمهور الالماني اللي اتكتب في الكتاب. الحقيقه ان الناس بطلت تشجع المنتخب في الوقت ده مش عشان هي مش وطنيه ابدا، بالعكس الناس في مصر طول عمرها بتشجع المنتخب وبتحب المنتخب وبتستنى تشجع المنتخب. احنا دلوقتي ساعات بننسى اصلا المنتخب بيلعب. عايز تعرف ليه؟ الاجابه عمرها ما كانت عند الجمهور، الاجابه عندك انت كمسؤول. الموضوع ممكن نقسمه لشقين. اول شق المسؤول اللي هو منظم بقى سواء اتحاد الكوره ايا كان، يعني المسؤول ده هو المسؤول ان يخلي الجمهور يبقى متعاطف. طب الجمهور هيبقى متعاطف ازاي؟ الجمهور هيبقى متعاطف لما يحس ان في عدل. بص انا اقدر اقول لك دلوقتي ان مفيش جمهور كوره في مصر حاسس ان هو بياخد حقه، لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا اتحاد ولا مصري ولا فاركو ولا طنطا ولا اي ولا فيتش ولا اي حد، ما حدش حاسس انه بياخد حقه. وده سببه ايه؟ ان في عشوائيه في التنظيم. فانا لما ببقى متضايق ان فريقي بيتظلم او انا مش باخد حقي، اول حاجه بصب غضبي كله على المسؤول، وهي دي ضريبه انك تبقى مسؤول. محدش من الانديه بياخد حقه، فالجماهير دايما حاسه انها مظلومه، ومن الاخر اللي بياخد حقه هو اللي بيجعجع بالصوت العالي. وطبعا كله عارف مين الشخصيات اللي بتعمل كده. عامه الشخصيات اللي معروفه انها بتعمل كده هي اكتر ناس بتاخد حقها، وكل ما تنزل في قوه الانديه كل ما اللي تحت ما ياخدش حقه خالص. فاذا كانت الخناقه بين الاهلي والزمالك هم اكتر ناديين بيعرفوا ياخدوا حقوقهم، فاللي تحت ده ما بيعرفش يعمل اي حاجه خالص. طب الشق الثاني ايه؟ الشق الثاني اللعيبه. جمهور المانيا كان متضايق جدا ان اللعيبه ومنهم لوثر ماتيوس مثلا اللي هو رمز في المانيا كان بيقول لهم هو انتوا عايزين ايه؟ احنا لعيبه محترفه، انت اهم حاجه عندك ان انا اكسب، مالكش دعوه انا بكسب ازاي. لكن الحقيقه ان رد فعل الجمهور لا، ما ينفعش تقول لي كده. وهو ده اللي حصل هنا في مصر في 2018 في نهائيات كاس العالم في روسيا. في شباب كتير جدا دفعوا فلوس بالهبل عشان يسافروا ويشجعوا المنتخب في روسيا. احنا نعرف ناس منهم، والناس بعد ما سافرت وكانت بتركب القطر بال10 ساعات بعد الماتش المنتخب بيخسر، الناس مستنيه ان اللعيبه تيجي حتى تسقف للجمهور تقول لهم شكرا ان انتوا جيتوا ورانا. اللعيبه كانت بتخلص الماتش وتخش جوه ولا كأن في الافات سافروا وراهم ودفعوا فلوس وتعبوا عشان يشجعوه. وفي 2019 لما كاس الامم الافريقيه اتلعبت هنا طلعت المشكله بتاعت عمرو ورده والمشكله اللي حصلت معاه في انستجرام والفضيحه اللي طلعت، وكانت النتيجه ان كباتن المنتخب اتعاملوا مع الجمهور بشكل فيه كتير من عدم التقدير. محمد صلاح اللي انا شخصيا بعشقه، يمكن ده الموقف الوحيد اللي انا اختلفت معاه فيه، ان هو يدعم حد غلط غلطه زي دي، لا دي غلطه كبيره. كابتن المنتخب الثاني اللي هو المحمدي لما ينزل المدرجات يعمل الجمهور كده، انا مش سامعكم. لا احنا على فكره الكوره يعني جمهور، ولو انت ما بتقدرنيش انا كمان مش هقدرك. وكانت نتيجه الموقف ده سواء من مسؤولين او سواء من اللعيبه في 2018 و2019 ان في كتير جدا ما بيشجعوش المنتخب. ليه؟ لان انت مش هتضحك عليا، انا فاهم، انا قاعد بفهم وقاعد قاري المشهد، مش لازم تقعد تضغط عليا شجع المنتخب شجع المنتخب. على فكره الموضوع ما بيجيش بالعافيه، انا بشجع المنتخب عشان عايز اشجعه، فان انت تقعد تضغط عليا كده ده مش حل. الحل انك تشوف المشكله فين، وعلاج المشكله ده ظهر مثلا في كاس الامم الاخيره مع كارلوس كيروش. لما الناس اشتغلت صح، منتخب مع مدرب محترم ولعيبه راحت فعلا كانت بتجيب اخرها، رغم ان احنا ما كناش بنلعب كوره حلوه ورغم ان احنا خسرنا، بس الناس كانت بتسقف ومبسوطه. ليه؟ لان انت قدرتني، هتقدرني هتلاقيني انا مشجع وراك حتى لو بخسر. الحقيقه ان جمهور المانيا الغربيه ده درس جامد قوي، ان المكسب عمره ما يكون هو الاساس في التقدير. مش معنى انك كسبت ان مكسبك ده مكسب حلو ونضيف، لا اكسب مكسب نضيف هتلاقيني وراك. هتمشي بطريقه مش هترضيني وما فيهاش تقدير هتلاقيني ما بشجعكش، بعيدا عن توزيع صكوك الوطنيه ومين بيحب البلد ومين ما بيحبهاش. كل الناس بتحب البلد، لكن دي في الاخر كوره، والكوره للجماهير. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم الفيديو اللي جاي.
la squadra tedesca. يا كابتن ده عدم طموح يا كابتن، الناس دي غلابه وجايه ورا الناس تشجع.